هاي، انا روان، والنهارده هشارك معاكم تجربتي وهقول لكم ايه الحاجات اللي انا عملتها علشان اطور الفرنش بتاعي، وكمان ايه المصادر اللي انا استخدمتها. خليكم معايا لاخر الفيديو عشان تعرفوا انا عملت ايه. اول حاجة ان انا حددت ساعة واحدة كل يوم تكون مخصصة لممارسة اللغة. تاني حاجة ان انا قسمت الساعة ديت لأربعة. أول ربع ساعة كانت مخصصة فقط للاستماع، كنت بسمع أي حاجة أنا بحبها من القنوات اللي أنا هكتبها لكم هنا ديت، واللي بيحب يسمع أغاني برضو هكتب له أغاني هنا. اكسترا فرنش دوت مش قناة، ده مسلسل حلو جدا، خصوصا لو انت مبتدئ ما عملتش شادوينج قبل كده ولا استماع. دوت هيفيدك جدا لأنه بيتكلم بالراحة، رتم بطيء جدا، كلام بسيط. كمان كل الحلقات بتاعته موجودة على اليوتيوب، تقريبا 13 أو 14 حلقة، تقدر ان انت تسمعه. تاني ربع ساعة كنت بستخدمها في ان انا اعمل شادوينج على الحاجة اللي انا سمعتها. هختار مثلا جملة او جملتين او مشهد معين من المسلسل اللي انا بسمعه او من الاغنية اللي انا بسمعها. المهم تكون الحاجة ديت انا عارفاها وفهماها، وكمان يكون جملة أو جملتين، مش شرط يكون الحلقة كلها أو الأغنية كلها، لأن أهم حاجة النطق الصح وأبقى عارفة أنا بقول إيه. مش مهم خالص الكمية، أهم حاجة أحاول أظبط النطق بتاعي حتى لو جملة واحدة كل يوم. تالت ربع ساعة كنت بستخدمها في إن أنا أكتب عن أي حاجة حصلت في يومي، عن موضوع. يعني أنا بتكلم في الكلام العادي، زي أنا صحيت الساعة كذا وبعد كده فطرت ايه ورحت الجيم ورجعت، كان عندي شغل، والكلام دوت كله كلام بسيط جدا حتى لو انا هكتب نفس الكلام كل يوم. طبعا باختلافات حاجات بسيطة بتحصل في يومنا. لو انا مش عايزة اكتب عن حاجة حصلت في يومي، ممكن اكتب عن ان انا اوصف صديقي، اوصف غرفتي، اوصف اي حاجة. المهم ان انا اكتب. طيب انا بكتب مع مين؟ بكتب مع شات جي بي تي علشان يصحح لي الاخطاء بتاعتي. اخر ربع ساعة كنت بستخدمها في ممارسة اللغة وان انا اتكلم. لو انا في البداية خالص وحاسة ان انا مش هقدر ان انا اتكلم مع حد ومش هقدر ان انا اعمل جمل، فانا كنت بتكلم مع نفسي. بتكلم مع نفسي عن اي حاجة، حتى لو هتكلم مع نفسي عن الحاجات اللي انا كتبتها قبل كده، عن الحاجات اللي حصلت في يومي، عن اي حاجة. المهم ان انا اتكلم. وبرضو اهم حاجة ان انا اكون بنطق صح، مش اهم حاجة الكمية، اهم حاجة ان الحاجات تبقى بسيطة بس صحيحة. طيب لو انا اقدر ان انا اكون جمل وممكن ان انا اتكلم مع حد، هستخدم برنامج هالو توك، ودوت اقدر اتكلم مع ناس هما كمان بيتعلموا اللغة او مع فرنسيين، والافضل يكون مع فرنسيين علشان اسمع صح الكلام منهم بيتقال ازاي، وكمان هما يصححولي. بس كده، هي ديت الحاجات اللي انا بعملها لغاية النهاردة عشان اطور اللغة بتاعتي. فانتوا كمان ابدأوا واكتبوا لي في الكومنتات ان انتوا بدأتوا، وتعالوا بعد شهر شوفوا مستواكم هيبقى عامل ازاي. ولو استفدتوا وعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب.